واخيرا جبت نوع مصري عجبني جدا، وهو ده اللي انا هكلمكم عنه النهارده، اسمه ديرماتيك. ديرماتيك انا شفت البيج بتاعته كده صدفه، وشفت الاعلانات بتاعته، بدات ادور ورا السيرم لاني كنت محتاجه ان انا اجرب حاجه فيتامين سي تدي نضاره للبشره. بشرتي مرهقه خالص الايام دي، فقلت هنجيبه هنجربه. عموما السيرم بالنسبه لي انا ممتاز ممتاز ممتاز. هنتكلم عنه بقى دلوقتي بالتفصيل من اول الباكجينج بتاعه كده. اولا انا لما جيت استخدمته انا كنت متخيله ان انا هلف الغطا ده، فلما هلفه هيطلع الاوتومايزر بتاع البخاخ. عايزه اقول لكم ان انا قعدت مثلا حوالي 3 دقايق الف يمين والف شمال وما لقيتش نتيجه. انا فعلا كنت هفتح للبيج واقول لهم انتوا باعتين لي ازازه مش مظبوطه. جه كده مخي قال لي ايه، طب ما تحاولي تفتحي الغطا. بفتح الغطا ولقيت المفاجاه ان هو اصلا عباره عن دروبر زي ما انتوا شايفين كده. انا هقرب اهو، فهو اساسا دروبر واحنا بندوس عليه من فوق اهو، بصوا كده. فانتي لما تيجي تستخدميه، لو انتي لقيتي الدروبر يعني هو كده وهو جوه، بروح ضغطه ويروح سحب لي السيرم اهو. السيرم زي ما انتم شايفين اللون بتاعه شفاف وحلو، الريحه بتاعته جميله جدا جدا جدا. ماشي، فدي بالنسبه للفتحه عشان دي كانت بالنسبه لي مشكله. الدروبر ميزته ان انت طبعا هتاخدي تحطي على طول على البشره، ويستحسن ان انت الدروبر ما يلمسش سطح البشره بتاعتك عشان لو في حبايه او حاجه ما يحصلش انفكشن يتنقل لباقي السيرم. السيرم مكتوب عليه ان هو فيتامين سي، النسبه بتاعته 10% زي ما احنا شايفين اهو، ومكتوب عليه ان هو للوش وللرقبه، ومكتوب عليه ان هو مناسب لجميع انواع البشره، ومكتوب عليه كمان ان هو مضاد للشوائب مضاد لشوائب البشره والعوامل اللي هي اللي بتسبب ضرر للبشره. تمام. مكتوب عليه بقى من ورا بخط صغير جدا جدا، بس انا هقول لكم هو مكتوب عليه ايه وهنقرا مكتوب عليه ايه. مكتوب عليه ان هو تركيز 10% من فيتامين سي، ومكتوب ان هو خالي من البارابين، مكتوب ان هو بيفتح البشره وبينعشها وبيشدها، ومكتوب طريقه استخدامه ان انت بتحطيه على بشره نظيفه مساء. يعني معنى كده ان انت مش هتستخدميه الصبح، يعني معنى كده ان هو ما فيهوش اي واقي للشمس، معنى كده ان انت هتستخدميه بالليل. اخر حاجه هتعمليها في روتين بشرتك بعد ما هتغسلي وشك وهتدخلي سريرك وهتقفلي النور، هتكوني البخاخه دي جنبك او السيرم ده جنبك، وهتبداي تستخدميه وتوزعيه على البشره بتاعتك. ومكتوب ان انت بعد 5 دقائق هتستعملي بعدها مرطب. السيرم مكتوب عليه تحذير ان هو ما يجيش حوالين المنطقه بتاعه العين، وتستخدميه للوش وتستخدميه للرقبه، والمرطب تستخدميه بعدها ب5 دقائق. هقول لكم انا استخدمته ازاي، بس الاول هنشوف المكونات بتاعته اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الماده الفعاله فيه هي صوديوم اسكوربيل الفوسفات، فطبعا ده كان بالنسبه لي بعد ما قعدت كده سرشت عن سيرم فيتامين سي، فهي كده ماده امنه ومناسبه تماما لجميع انواع البشره، فاحتمال انها تعمل لي تحسس كانت نسبه ضعيفه جدا او تكاد تكون معدومه اساسا، فده اللي شجعني ان انا اشتريه. تاني حاجه موجوده فيه طبعا فيتامين اي او فيتامين ه، وهو طبعا مفيد جدا لترميم خلايا البشره وترطيبها. تالت حاجه موجود فيه هيلورونيك اسيد، موجود فيه كولاجين، مكتوب فيه نياسيناميد، موجود فيه جل صبار، وموجود فيه بانسينول، وموجود فيه جليسرين، وده طبعا بالاضافه للميه اللي اصلا ضاف فيها صوديوم اسكوربيل الفوسفات. المكونات بتاعته تحفه، يعني انتم متخيلين سيرم واحد فيه سيرم فيتامين سي، فيه جل صبار للترطيب، فيه فيتامين ه لمقاومه التجاعيد، فيه كولاجين، فيه نياسيناميد، فيه بانسينول، وفيه جليسرين للترطيب. طب احنا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ استخدمته ازاي؟ استخدمته زي ما موجود على العبوه. بالليل غسلت وشي، حطيت السيرم، استنيت 5 دقايق، لقيت ان انا وشي ما نشفش. ايه اللي انا حسيته بعد استخدام السيرم؟ حسيت ان شويه البشره بدات تشد. من اول يوم حسيت ان البشره كده بدات تشد شويه كده على خفيف، مش الشد اللي هو بيضايق. بشرتي مرتاحه وكويسه، ما حصلش فيها تحسس، مفيش هرش، مش شامه ريحه اللي هي ريحه ان هو يكون مثلا مأكسد او حاجه، لا مفيش خالص. ما استعملتش مرطب اول يوم، وما استعملتش مرطب تاني يوم، ولا تالت ولا رابع يوم. بعد 5 يوم حسيت ان انا لا، لما بصحى الصبح وباجي احط المرطب بتاعي العادي، حاسه فيه زي نسبه حرقان بسيطه. البشره خارجيا مش باينه خالص ان هي ناشفه ولا محتاجه مرطب، لكن انت احساسك بيها لا، هي محتاجه. انت عارفه ما تمسكي البشره هي نفسها طريه، بس لا، ناقصها حاجه، هو الاحساس ده. فخليكم ملتزمين فعلا باللي مكتوب على العبوه، لان هم اللي كاتبينه ده هو الصح.
يعني انا قلت خلاص طالما هو مرطب لي البشره في بانسينول وجليسرين وجل صبار، طب خلاص بقى مش مشكله، مش لازم استعمل مرطب يعني. بس لا، هو فعلا هتحتاجي ان انت تستخدمي مرطب. انا ما استخدمتوش غير بعد 5 يوم، بس نصيحه لا، استخدميه بعد اول يوم عادي خالص، حطيه بعد 5 دقائق لما ينشف ابدأي استخدمي فعلا المرطب بتاعك. النتيجه بتاعته بعد 10 ايام، بغض النظر عن انا وشي مرهق عشان الاحداث اللي احنا فيها، بس فعلا يا جماعه انا حسيت ان البشره اتشدت، المسام بتاعه الوش اللي كانت مفتوحه بدات انها تقفل بشكل كبير جدا، فبالتالي نسبه تكون الشوائب او الاتربه او الحبوب هي تكاد تكون انعدمت. عندي المنطقه دي مكان الكلام والزعل، بصوا هو حتى الان لسه فيه كده اثار، بس دي على فكره ما كانتش كده، وارجعوا للفيديوهات القديمه هتحسوا لا الحته دي كانت اكتر شويه، رغم ان انا خدوا بالكم المره دي مقربه قوي من الكاميرا غير المرات اللي فاتت، بس انا مبسوطه بالنتيجه. ال 111 اللي هنا بدات تختفي، البشره نفسها لونها بقى موحد. انا مش حاطه على فكره اي حاجه خالص، حتى الرينج لايت مش شغاله فيه، بس انا مبسوطه، حاسه ان بشرتي لونها موحد، مش حاسه ان هي لون ولون، مش حاسه ان هي متعكره زي ما بيقولوا ساعات كده يقولك انت وشك باهت، لا انا مش حاسه ان وشي باهت رغم اني مش بنام كويس، بس والله الدنيا مظبطه جدا. ديرماتيك هو المفروض ان السيرم سعره 400 وشويه، بس هم منزلين عليه سيل الفتره دي، كان سيل كبير تقريبا 50% او 60%، فانا كنت جايباه في باكج كده 3 سيرامات مع بعض، هبقى اكلمكم برضو عليهم بالتفصيل، فكان واقف عليا هو اصلا ب 200، ف يعني ولا حاجه بصراحه يعني. السيرم 30 مللي هيكفيكي فتره طويله، حقيقي من احلى السيرامات بتاعه فيتامين سي اللي انا جربتها، لاني جربت انواع لا باس بها وكتير جدا وبراندات، بس كانت مشكلتها اللي بيأكسد، اللي بيطلع حبوب، اللي بيحرق البشره. فحقيقي السيرم ده بعد خلاصه كده تجارب هو سيرم قمر جدا، استخدموه نتيجته حلوه، سعره هايل، الحقوه في العروض، ويا ريت اللي هيجيبه ويستعمله يقول لنا النتيجه بتاعته، ويا ريت اصلا اللي استخدمه يقول لنا النتيجه بتاعته معاه ايه.